مسلسل جعفر العمدة. انا عمري ما تابعت مسلسل لمحمد رمضان من ايام ما كان بيعمل مسلسل اسمه ابن حلال، كانوا بيطلعوه كده في تتر المسلسل بلبوص وبيقعدوا يرشوا عليه ميه. ده كان اخر مسلسل شفته له. جعفر العمدة بقى من المسلسلات اللي كل شويه تطلع لي كليب صغير ليها على تيك توك او فيسبوك او كده اتفرج عليه. الكليب بيبقى كوميدي جدا بس مع ذلك بيبقى بيشد جدا، يعني انت وانت بتتفرج انت مشدود في شيء غريب شدك. ايه هو؟ انا مش عارف، انا عايزكم تقولوا لي يعني ايه الحاجه اللي مخليه حاجه ساذجه بالشكل ده وفي نفس الوقت منطقيه جدا وفي نفس الوقت احداثها وتسلسل. انت ممكن تتوقع مش المشهد اللي جاي، انت ممكن تتوقع الحلقه الجايه لان الموضوع بديهي جدا جدا وفي نفس الوقت انت بتبقى قاعد مشدود. يعني انا قررت اتابعه من 3 ايام، خلصت 10 حلقات اللي هو ايه ده، وانا مش عارف انا بتفرج ليه. عارف اللي هو شرب سيجاره عجبته وهو عارف انها مضره بس عماله تشده. وبعدين في شويه حاجات غريبه بقى كده حاصله معايا، انا مش لاقي لها اي تفسير. اول حاجه ناخدها بالترتيب، قصه النمطيه المنطقيه اللي بيبدا بيها مسلسل كل سنه هي نفس القصه. حد اتخطف وهو بيدور عليه، وهو انسان معاه الحق المطلق واللي قدامه معاه الشر المطلق وهو هيكسب. فده لازم تكون عارفه. تاني نقطة لازم يكون بينتقم. تالت نقطة بيجيب رفاعة دسوقي ولا رفاعة كان اسمه رفاعة ايه، رفاعة الطهطاوي ده ولا مش عارف ايه، بيجيبه وبيدخله في شخصية كل شخصية بيعملها. بيتكلم كده وبيعمل الحاجات اللي هو بيعملها دي وبيعمل نفس ردود الافعال. النقطة اللي بعديها الاكشن، هو بيعتمد على نوع معين من الاكشن قايم على حركة الكاميرا. يعني انت وانت بتتفرج على الاكشن اللي بيحصل في اي خناقة هي الكاميرا بتتحرك بسرعة، اللي هو متهيألي احنا لو ثبتنا الكاميرا هيطلع محمد رمضان ما بيعملش غير ان هو بيقف برجله ويعمل الحركة اللي هي الضربة المزدوجة اللي بيعملها دي. وبعدين ايه القوة البدنية الغير مبررة المفرطة اللي موجودة عنده دي؟ يعني يمسك واحد كده يشيله من على السرير يرميه. انا شايف الواير اللي مطير الراجل يطير 2 3 لحد ما يتخبط في الحيطه. يتخبط في الحيطه يا يعمل حفره في الحيطه يا يوقع البرواز، اللي هو بيبقى لازم تحصل حاجه رهيبه. اهالي السيده زينب، هم دول اهالي السيده زينب، بغض النظر ان اللوكيشن ده مش في السيده زينب. يعني هم اللوكيشن ده كده اكيد مش في السيده زينب، بس اهالي السيده زينب دول هم دول اهالي السيده زينب. يعني هم فانز لجعفر العمدة، ان هم واقفين بيشجعوه وعارفينه بالاسم وهو عارفهم بالاسم، ويطلع يحكم بالليل في الحكومه اصلا في البوليس، يطلع يحكم بالليل فهم واقفين في المدرجات بيشجعوا. شويه شويه يطلعوا بالتيشيرتات عليها صوره جعفر العمدة. الناس كلها تحت امره وكل الناس بتتراضى. راضيه نعيم، اضرب ده راضي نعيم، راضي اوبر، راضي اي حد بيتراضى. يجي داخل مطعم ما يرضوش يدخلوه عشان لابس جلابيه يشتري المطعم كده. مطعم يشتريه دلوقتي بالتليفون، مش بقى اللي هو احنا بنشوف ده هيكسب ولا هيخسر ونعمل مفاوضات لا صاحب المطعم قال له ايه ده جعفر العمدة خد المطعم. ليه؟ فكره ان انت خير وطيب وعادل ومتقي ربنا وبتسلف الناس بالربا وبتسهر في كباريهات مع عوالم ومتجوز 4 وقصة جوازه بال4 يعني حاجة متخلفة جدا. لو نزل الشارع جاب واحدة وطلع، انت فاهم؟ فلا في حاجة غلط. محمد سامي كمخرج عايز يطلع جعفر العمدة رايح يضرب واحد بتاع شركة أمن. بتاع شركة الأمن اللي جوه بيقول له لملي كل بتوع الأمن وهاتهم، فجاب بتاع 150 واحد بتوع امن وقفوا. فمحمد سامي فكرته عن شركه الامن ان هي زي ريد اليرت كده، هو براك بيطلع عساكر، بيطلع بتوع امن، فانت لو قعدت شويه هيطلع ال 151 ال 152. يا باشا دي شركه امن، يعني دي شركه بتعين وتودي امن في مواقع، مش بتعين امن وتقعدهم جوه الشركه جوه. محمد رمضان الاودينز بتوعه
من التينيجرز اللي طالعين في الفتره دي، اللي بالنسبه لهم خلي بالك فكره مسلسل جعفر العمده دي فكره خياليه. فكره انت بتتكلم عن واحد عنده كل حاجه، عنده سلطه وفلوس وقوه وزوجات وبيت عيله و11 كومباوند وشركه عربيات وفي نفس الوقت عايز يا جماعه ده لما بيجي يضرب واحد في الشارع، اللي بيضربه بيقف يستناه يقول الحكمه. يعني انا همسكك اضربك في اي خناقه في الدنيا، خلاص انا بتضرب، لو مين اللي بيضربني انا همسك فيه هضربه. لا انا بضربك انا اقوى منك وهضربك، وبعدين هقف في نص الضرب وانت واقف على رجلك، وهقف اقول للناس كلها حواليا حكمه اليوم واعرفهم، وانت هتقف تستناني زي توم وجيري كده لما كانوا بينهجوا ويقفوا يستنوا بعض وهم بيجروا، وبعدين اخلص ضرب عليك. فهي فكره خياليه. فالشباب في اليومين دول، انا خلاص ما بقتش شباب، انا خلاص انا كبرت بقى، بص بقى في ابيض، بالنسبه لهم هو ده الرول موديل. طيب كمان شويه لما الناس دي تكبر وهو هيفضل، وانا ده رايي او شايف ان ده اللي هيحصل، هو هيفضل مكابر انه يفضل يعمل نفس الحاجات دي حتى لما يكبر في السن. متهيألي محدش هيتفرج عليك مع انك ممثل عالمي. بالنسبه لي هو ممثل قوي جدا. فالمسلسل يعني اللي يا جماعه شايف حاجه هي السبب في الشده اللي الواحد مشدود لها دي يقولها. طولت عليكم في موضوع جعفر البتاع ده، وخلينا نرجع للاسبريسو.